قال شو؟ قال لا بقى تقول كيفكن اول ما تبلش بالفيديوهات، قال مبين كتير سوقي، تمام؟ قال اول ما تبلش بالفيديوهات شو لازم تقول؟ لازم تقول هاي جايز. مشان شو؟ مشان تبين انك انت يوتيوبر، ما تبين انك يعني ما بعرف انا شو هالتفكير الغبي هذا. يعني اذا قلت كيفكم قلت هاي جايز، يعني ما نفس الشيء ولا لا؟ انه هاي جايز مبين اجنبي، يعني ما عم بحكي عربي، يعني هيك ما مبين من شكلي اني ماني تبع هاي جايز وسو او ماي جاد. ما خلص انا تمام، انا اتركوني على طبيعتي، لا بحد يقول لي هالموضوع انه كثير عم يستفز. المهم بس اكيد ما هذا موضوعنا. قال وائل نزل غنية، تمام؟ بدك مين وائل معلم؟ هلا بدي اقول لك مين وائل بالتفصيل. المهم وائل نزل غنية، والغنية معلم ضاربة، يعني صارت ما شاء الله، صارت هلا حاليا فوق ال 3 مليون بمدة قصيرة، وجابت من اول يوم مليون، تمام؟ وهون هذا النقطة تذكر انه جابت من اول يوم مليون، وهي نقطتنا كلياتنا على هالموضوع. فنزلت فيديوهين والفيديوهين انحظروا، تمام؟ يعني راح تعب اسبوع هيك على الفاضي. بس شو معنى انه مشان شو؟ مشان ما انزل عنه شيء، تمام؟ بس على مين؟ لك على بابا يا ماما، لك انا داهن الهوا بويا، لك انا بجيب لك محتوى من حيث لا تعلم، لك انا مستعد جيب لك هاي، تمام؟ اعملها منها محتوى واقول لك انه ولدت هاي، واقنعك بهذا الموضوع، اقنعك انت وتقتنع انه العمى يا زلمه، تجيب تجربها بالبيت انت عندك انه كيف ولدت هاي، تمام؟ شو قصتي انا والصبار؟ ما بعرف. المهم هذا الصبار بحطه جنبي مشان اتعلم الصبر، تمام؟ اعملوا لايك على السيره. ايه، فعملت هذا الموضوع ما مشي الحال، نزل. طيب شو موضوعنا هون نحن؟ طب شو دخلنا بهالحكي كلياته؟ ولا ما دخلكم انتم، تمام؟ بس بعمل لك فلاش باك معلم. اول شغله في كثير عالم لما بكون عم بحكي عن شخصيه يقولوا لي مين هذا، تمام؟ اولا العالم اللي قراب مني اللي هن ما فايتين كثير بهالمواضيع، فراح اقول لكم مين وائل، بس بدك تعطيني دقيقتين تفتح مخك معي معلمي. هلا مين وائل؟ وائل بكون رفيقه لطارق، تمام؟ حلو هالحكي؟ حلو، فتح مخك معي معلمي منيح. طيب مين طارق؟ ما طارق رفيقه لوائل. هلا قلت لك فتح مخك. وائل طب مين هدول الاثنين؟ طيب تمام، شيلك من طارق حطه على جنب، ولا ما له مفيد اساسا باي شيء بالحياه. شلنا طارق حطيناه على جنب، ضل وائل. وائل شو مشهور؟ طيب هو شو بيعمل؟ وائل معلم بيعمل لايفات تيك توك. طيب لايفات تيك توك شو بيعمل فيها؟ معلم ولا شيء، تمام؟ وائل كان خطيبه لنورس، بعدين تجوزوا ما تجوزوا، تجوزها يوم ما بعرف شو عمل بهاليوم، يعني ليش يوم واحد؟ يعني شو شاف لحتى طلقها فورا؟ ما بعرف، يعني المهم طلقها بنفس اليوم. بعرف اذا تجوزوا اذا حكي مزبوط، يعني المهم اشاعه ولا ما اشاعه ما بعرف. طيب من قبل نورس معقول انه واحد بينشهر كرمال انه بيحب وحده؟ يعني ما اكيد لا. طيب من قبل نورس شو كان؟ اكيد كان يعمل عنده محتوى. ايه كان عنده محتوى. شو معلم؟ كان حبيب تيمار. طيب لهم ما فهمنا شيء نحن، خلاص عرفنا وائل. هلا تمام نحن عرفنا وائل مين. ضل بقى الموضوع الاساسي. طيب وائل نزل غنية، وهي الغنية جابت باول يوم 24 ساعة على الضبط جابت مليون. طيب ليش؟ الغنية كتير حلوة؟ لا بس هو عامل لها ترويج رائع، عن جد الزلمه بيفهم، وعامل لها المونتاج كتير حلو والفيديو كتير حلو، تمام؟ والغنية مقبولة ما لك مش مقبولة، بتنسمع عادي. ممكن انا مثلا امشي بالشارع اشوف واحد حاططها، يعني ممكن اسمع، يعني بتنسمع معي. اما والله انه حطها انا وكذا واسمع ما بظن، صعب. طيب تمام، بس بدنا نعمل فلاش باك لورا شوي قبل 7 شهور. يعني وائل كان صديقه للشامي، وما انه صديقه كتير. مين الشامي؟ عبود، يا ليل يا العين مشان ما حدا يخربط يعني. ومو صديقه كتير يعني. هالموضوع طبعا انا كل معلومات بقول لكم على مسؤوليتي الشخصيه يعني، تمام؟ مشان ما حدا يقول لي معلومات من وين جايبهم وكذا. خلص انا بقول لك المعلومه ما دخلك من وين جايب. رفيقه للشامي، بس هن رفيقه للشامي العبود هو رفيقه كان يعني هو رفيقه على البرنامج بس ما اكثر. في بيناتهم شغل يعني، انه برنامج وتيك توك وعبود وكذا. فاول ما طلع عبود فطلع معهم لهالشباب، هو يلي هو طارق ووائل، تمام؟ طلعوا مع بعض، وهذا الحكي كلياته بعد غنية سميتك سما يلي عبود يلي كانت ضاربه، تمام؟ وعبود طلع مع اكثر من حدا يعني. طلع مع ضحى، وطلع مع كتير عالم مشهورين، مع انه بس مع هدول الاثنين يعني. صارت مشكله بين الشامي ووائل، تمام؟ على خلاف على انه الشامي ما بقى يرد او هيك من هالنوع يعني هذا. واتهم وائل انه الشامي بلش يشوف حاله انه هو نجم كبير، تمام؟ انه هو اكبر منه. وبصراحه مثل ما شفت انه عبود يعني قد ما كان سيء، بس هو فنان يعني، مطرب زلمه صوته حلو. اما وائل انت شو عم تعمل يعني؟ ولا شيء، تفاهه بصراحه، معرفتك كثير خساره للجميع. طيب هون شو حكى وائل؟ خلونا نشوف هون شو حكى وائل. عرفت؟ كشعب سوري معروف، خارج قطر سوريا هو ما حدا بيعرفه اصلا. اثنين بالشارع ما بيعرفوه، هاي اولا. يمكن لبنان فقط، حلو؟ لبنان وسوريا وفقط. خارج سوريا ولبنان اثنين بالشارع ما بيعرفوا.
فلما انا انزل فيديو على الغنية ويجيب 14 مليون مشاهدة، يروح يفوت على تعليقات اليوتيوب تبعه على الغنية وراح يشوف شو مكتوب. يجينا من طرف وائل وطارق، فوت حبيبي على التعليقات، على الكومنت كلياتها على الغنية معروف شو مكتوب. وائل نحن فقر مو هذا قصة انه نحن مفضلين مو مفضلين، بس لا ينكر فقط، لا ينكر. انا وقسم بالله انا لما شفت الستوري وعيون امي مو انا اللي شفت الستوري وقلت انه هو عم يقصدني، عم يبعثوا لي اياه الناس للساعتين واخر شيء اجى مهند قال لي يا اخي هذا الشامي عم يقصدك. وقتها انا ما حكيتك، قلت رح يطلع يبرر، قلت رح يطلع يبرر ويقول وائل وطارق رفقاتي الاخي رح يدقنا على الخاص يقول انا مو قاصدكم لا تتضايقوا، ولا عمل شيء. بعد ما نزلنا وبعد ما ردينا راه مسح ستورياته وبيقولوا بيدق وبيقول قال بنحط نقطة فصل بيننا وانتم من طريق ونحن من طريق. حبيبي انت من طريق ونحن من طريق، الله يوفقك وان شاء الله بتضل عم تنزل اغاني وبتنجح وبتعمل اغاني اقوى. وانا بقول لك برجع بقولها اغانيه حلوه الولد وشاطر ويمكن ضلني اسمع له، بس خالصين شيء انكسر خالص معلم، خالص ابدا ابدا يعني. وانت بتعرف الفنان الكبير مين منهم، فاقعد عاقل ولساتك هالقدك. مشاهداتك ما عمرها سوتك فنان. المشاهدات اللي عندك والله ما سوت، لسه انت مانك فنان يا حبيبي، انت فقط مطرب فقط. عرفت؟ فنان كبير انك تقعد بين كبار وتقول انا وانا وانا، لسه ما وصلت يعني الفن السوري او الوسط الفني معروف مين الكبار فيه. اقعد عمرك 20 سنه ان كان الله لساتك طفل. طيب تمام، هون لما نشوف انه نحن الدراما من سوق الجمعة معلم، هون شفنا وائل عم يقول له انك انت ما بقى مانك فنان يعني، تمام؟ انت فقط مطرب، وانك تقعد بين الكبار السا بكير عليك. وطبعا هذا الحكي قبل لك انا عمول فلاش باك معلم قبل 9 شهور او 10 شهور بهالوقت هذا كان هذا الموضوع صارت، وكانت هي الدراما صايره بهالسوق، تمام؟ وبعد شفنا الشامي كيف رد برد قوي وكيف تكرم قدام النجوم العالميين، وبرافو عليه وحلال عليك ولسه العمر قدامك طويل معلمي وبتعمل شغلات ان شاء الله احلى من هيك بكتير. طيب تمام، لهون نحن عم نحكي كله بماضي. طيب لبعد منزل وائل غنية، تمام؟ لطشوا للشامي لطشة، شو هي؟ خلينا نفرجيكم شو حكى بالضبط. يعني هو ما قال الشامي ولكن لطشوا فيها، يعني مقصودة. لو انا عملت لكم هذا المقطع مشان تشوفوا شو قصدي انا. طيب فطلع وائل وطارق هون شو قال لازم المطربين يخافوا مني، تمام؟ مطربين شامي كذا، عرفت كيف؟ هلا هدول اللطشات هدول يمكن يعني كيف بدك تفهمهم انت؟ معناتها بدك تكون انت من جماعه الراب، الدسات اهم شيء، تكون من جماعه الدسات، تمام؟ تعمل غنيه ما عن حدا، تمام؟ تعمل غنيه دس اسمه ما عن حدا، بيكون غير ما له دس صريح يعني دس عادي، تمام؟ فبتلطش، بتكون قاصد شخص، تمام؟ بتكون ملمح عليه، فيلي بفهم فهمها لمين؟ فهمها بيكون مفلفل، هذا اسطوري. يلي ما فهمها معلم بيكون هذا زلمه فايت على الراب هيك ما فهم عن هو شو عم يصير فيه، عرفت كيف؟ فليك بسمع راب، انا بحب هذا الموضوع. قال لهم هون انه يلي طارق الفيديو ما شفته، انا ما بعرف ليش ما حدا منزله يعني ما صحوا، انا شفته من فتره ومسح يعني، تمام؟ فقال لهم هون وائل قال لهم جيبوا لي شخص واحد بس جاب باول يوم بغنيته مليون، تمام؟ طبعا ما قصده كان على الشام، يا ليل يا العين، يا ليل يا العين. بعدين انا لما حسبت وعملت حسبه وشفت وسالت، تمام؟ طلعت يا ليل يا العين باول 24 ساعه ما جابت مليون، تمام؟ بس ثاني يوم جابت 2 مليون، عرفت كيف؟ هي طلعت رهيبه، تمام؟ بس باول 24 ساعه ما حدا كان فهمان انه نزل الغنيه فجابت معلم، فهمت كيف؟ طيب انا ليش عم بحكي كل هالمواضيع هي؟ بصراحه بدون لف ودوران، مشكلة وائل والشامي هي اللي خلته لوائل ينزل غنية، لأنه وائل عن جد ما عنده محتوى، وإذا بتسمع صوته لوائل فصوته لوائل مسموع، تمام؟ بس ما له جوك الأغاني، ما لك جوك شيء أبدا، تمام؟ فأنت ما جوك الأغاني، أنت بعيدا عن الأغاني، وما هيك نزلت غنية، فأنت مشكلتك أنت والشامي، مشكلتك قديمة، تمام؟ مشكلتك أنت وعبود قديمة، وهو إساته هلا أنت مضايقك يعني بحياتك، وأنت بكل فترة بترجع بتذكره. فبالنهايه معلمي انت هيك نجحان، هيك انت غنيتك نجحت، تمام؟ بعد عن الزلمه خلص، ما في داعي انت كل شوي تضربه وبعد عن العالم. والله انك مأذي، ليش بتمسح لي فيديوهين يا زلمه؟ تمام؟ فبعد عن العالم، مانك مضطر ابدا انك انت تعمل هيك شيء، مانك مضطر ابدا تلمح عليه. غنيتك ترند، انت ترند. بعد عن طارق، انتوا اللي بصراحه يعني لك ياها بالمشرمح يا معلم، انت وطارق انا ما بحبكم ولا بتابعكم ولا بحب اساسا اسمع سيركم ولا بحب اني احكي عنكم فيديو، ولكن هذا الفيديو هيك تكبير راس لنشوف. امسح لي اياه اذا بتقدر، ما عامل لك شيء ابدا وما حطيت
شي من غنيتك ابدا، ولا جبت يعني ما حطيت شي من غنيتك ابدا مشان ما تقدر تمسحهم مشان حقوق النشر. تمام؟ فلهيك انا دوختك وعملت لك الفيديو اللي انت قاصده، يلي في عالم كثير انتبهت على الموضوع بس ما حبيت تبين، انك انت لهلا عقدت حياتك الشامي. فانا حبيت اقول لك انه شوف هي مع اثباتات ومع دلائل، وانت شوف يا معلم انت شو عامل، انت منك للشامي الصفر الى مالي، لا انتوا محرين مع بعض. تمام؟ بس طلعوا من عقدة حياتك اللي انت عايش فيها. قبل ما نخلص ونختم، نحن عم نجيب ارقام حلوه كثير باول فتره، ونحن هلا لسه مبلشين ويلا. تمام؟ بس انا مشكلتي انه انا عندي مشاهدات حلوه وعندي ارقام مشاهدات، بس ما عندي 1000 مشترك مشان انا يتضمن شروط الربح يلي عندي. تمام؟ مشان انا استفاد. اذا عجبك المحتوى، اذا عجبتك القناه، اعمل اشتراك، واذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك يا معلمي، وبس هيك بنكون خالصين. سلام. العبد لله سلطان السلطان، العبد لله سلطان السلطان، العبد لله سلطان السلطان.